لك عم تنسب اختك وامك وانت مبسوط. هو مش واخد بالك، اصل انت مش، هو بينتقم من امه اللي جابته من زنا ومن سفاح. هو طالع ينتقم من امه لانه ابن زنا وابن سفاح، ابن المره المتناكه. ده انت تشتم امه وابوه وتشتمه اللي لعنوه وعيلته وقبيلته ما يردش عليك. اول ما تجيب سيره سلمان يقول لك لا، الا مش يا ابن المتناك، يقول لك لا بينبسطوا. ما تشتم، ما يسبك لو سبيت او يمنعك ان انت تسب سلمان ولا طب امك، يقول لك لا امي عادي يعني مش مشكله، اصل انت عادي مش مقصره. طب ما هو شات سبي ولعني في سلمان مش مقصر، يقول لك لا اصل انت ممكن تهيج الناس يا ابن طب ما انا بهيج الناس على امك يا خول يا ابن الشرموطه. ده انت بص يعني من المروءه، من الذكوره والمروءه والنخوه والدين أن تفقد حياتك دفاعا عن أمك وأبيك وعرضك. لكن الحاكم ما تفرقش معاك، ما يسب ولا يلعن ولا يروح في 60 داهية، خصوصا لما يكون حاكم ظالم ابن مرة متناكة، أنت غير مسؤول عنه، ده أنت المفروض تطعن قص أمه. لكن دول ولاد متناكة. ما هو احنا بنقول إيه؟ أتونا بدين جديد. هؤلاء صهاينة العرب ولاد المتناكة كفرة، ده كفر جديد. دول عادوا، يا ريتهم عادوا إلى كفار قريش. لا 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 لا، دول أخس من كفار قريش بمليون مرة. فاقوهم والله يا عم بقى، فاقوهم الكافر والله. القريشي لا يقبل إهانة أمه ولا زوجته ولا يفقد حياته، إنما دول ولاد دين كلب لو كانوا من الكافرين، ولاد منايك شراميط يعني. والله جاهلية أبو جهل ما عندهم إياها. طيب الحمد لله. عم بهجت مركز معانا بالله عليك. مركز معاك، مركز في التيك توك. عرفت انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عادي. طب حد على الكلاب هاوس يكلمني.